السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 5 من صفحة في تاريخنا مع أبطال حرب أكتوبر أو الفترة ما بين سنة 1967 لحد حرب أكتوبر 1973. ذلك الانتصار العظيم الذي تحدث عنه العالم كله بأجمعه، وكيف إن مصر بأقل الإمكانيات العسكرية استطاعت تحقيق هذا الانتصار وعبور قناة السويس وتحطيم خط برلين. النصر ده ما اتحققش بسهولة، بل اتحقق بيد أبطال، منهم من استشهد ومنهم من بقى على قيد الحياة، ولكنهم جميعا أظهروا بطولات يتحدث عنها العالم إلى يومنا هذا. النهارده بنتكلم على حواش. مين حواش؟ لو شفنا الصورة دي صورة حواش، ولازم نعرف كويس واحنا بنتكلم في صفحة من تاريخنا مين هو عبد السلام حواش. عبد السلام حواش هو بطل من أبطال فرقة المظلات المصرية في حرب أكتوبر. الراجل ده أظهر بطولات نادرة في هذه الحرب. كانت فرقته خلف خطوط العدو، يعني شوف الفرقة بتاعته كانت ورا خطوط العدو. نال عبد السلام حواش الشهادة بعد معارك انتحارية. يعني معارك داخلنا اللي بيخشها بيبقى عارف إنه داخل ميت، لكن عشان بلده وعشان يحقق انتصار بلده ما بتهمهوش حياته في ذلك الوقت. بدليل ان هذا الراجل نزل بالمظلات خلف خطوط العدو عشان يعملوا حصار للعدو من قدام ومن ورا. اظهر بطولات رائعه عبد السلام حواش مع فرقته، اظهروا بطولات زي ما قلنا ساعدت كثيرا على تحقيق الانتصار في حرب اكتوبر. وكان الهدف من هذه الفرقه انها تسقط خلف خطوط العدو، انها بتصد تقدم قوات العدو الى القوات المصريه. طبعا كان ليها هدف معين، انها تمنع تقدم العدو لقواتنا، وكان زي ما بنقول ابطالها داخلين هذه المعارك انتحاريين، عارفين ان هم هيموتوا، لكن هدفهم ومبغاهم شيء واحد، رضا الله سبحانه وتعالى وتحقيق انتصار كبير لبلادهم. الناس دي رمز بطولة. شوف واحد ضحى او فرقة كاملة، فرقة عبد السلام حواش داخلة عشان تموت. طبعا نعرف الكلام ده، نشوف او نفكر فيه، نلاقي ان دول ابطال فعلا بمعنى الكلمة، والناس اللي لازم نتكلم عنها. عشان كده خصصنا لهم صفحة في تاريخنا، وزي ما قلنا كل مرة بنتكلم على بطل من هؤلاء الأبطال، واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته، لأنهم شهداء وأبطال بمعنى الكلمة.